السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اسمي نادية، يا رب القناة تكون تعجبكم تستفادوا منها. النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله فيديو حلو جدا للناس اللي ما بتعرفش تحوش وعايزه تحوش، والناس اللي عايزه تحوش ومش عارفه تحوش منين او تجيب فلوس منين عشان تحوشها، والظروف والميزانيه والكلام ده. الميزانيه بتخلص ما فيتش مني حاجه عشان احوشها، بالعكس الفلوس بتخلص ما بعرفش، ببقى محتاجه فلوس فيه عشان اكمل الشهر. كل ده هقول لكم عليه النهارده، ازاي تحوشي فلوس من ايه، من مصروف البيت من غير ما تاثري في مصروف البيت ومن غير ما تحسي. تمام ان شاء الله كده بطريقه سهله كده وبسيطه باذن الله. بس قبل ما ابدا الفيديو كده، عايزه اشكر اشكركم حبايبي كلكم على التعليقات الحلوه اللي بتكتبوها. عايزه اشكر حبايبي المتابعين اللي هو ما بيجي عندي كومنت سلبي بيخشوا يردوا عليه بصراحه. يعني انا رديت رد ولقيتهم هم ما شاء الله لا قوه الا بالله، دخلوا هم قاموا بالواجب بصراحه. برضو عايزه اقول كلمه للناس اللي بتكتب. يعني ما عنديش اي مشكله ان الناس تكتب اي كومنت يكون مثلا في ان هي توجيه او نقد او اي حاجه، بس بطريقه محترمه. مش عليا انا بس، على كل القنوات على فكره، لان احنا بنتعب عشان نعمل فيديو على فكره. وفي ناس لسه ما قبضتش من اليوتيوب زي كده، فبتعمل الشغل ده يعني تحاول تفيد الناس اللي حواليها مش اكتر. من ناحية تانية يعني ما ينفعش يعني كتب كومنت. يعني في كومنت قبل الفيديو اللي قبل اللي فات ده، واحدة كده لي بترغي كتير. انا ما ينفعش يتقال لي انت بترغي كتير، انا ست كبيرة مش صغيرة يعني. انا ولادي ما شاء الله لا قوة الا بالله مخلصين كليات من كذا سنة يعني. فيعني انا كبيرة مش صغيرة، يعني ما ينفعش يتكتب كومنت. اكتبوا نقد، بس نقد يكون ايه يعني، حاجة كده بطريقة كويسة، يعني بطريقة كويسة يعني الواحد يقدر يقبلها يعني او يعديها. فبلاش الكلام اللي هو بيعمل بيجرح يعني. من سر بين الناس جبر الخواطر أدركه الله ولو في جوف المخاطر. نبدأ بقى عشان ما اطولش عليكم، نبدأ بالفيديو بتاعنا كده ان شاء الله. هقول لك النهارده على كذا فكرة تعرفي تحوشي منها. أول فكرة معانا النهارده ان شاء الله، انت دلوقتي هتعرفي تحوشي منين. انت ده نزلتي السوق، وانت في السوق كده مثلا اشتري، نزلي من كل حاجه بتشتريها 5 جنيه 10 جنيه اي حاجه كده. بمعنى ان انت مثلا نزلتي السوق دلوقتي، هتجيبي مثلا نص لحمه مفرومه. تمام، انت لو بتجيبي اللحمه مفرومه مجمده هتقولي للراجل، طبعا الميزان الديجيتال دلوقتي مسهل علينا كتير، مش لازم تجيبي ربع او نص او الكلام من ده. بس هتعملي ايه؟ هتروحي للراجل وهتقولي له مثلا نص لحمه المفرومه مثلا ب 220، يبقى قصدي بكيلو 220، يعني النص ب 110. انت بدل ما تجيبي بقى ب 110 النص كيلو، لا انت هتقولي انا عايزه ب 100 جنيه لحمه مفرومه. تمام، وهتاخدي ال 10 جنيه دي تعملي ايه؟ تحطيها في البرطمان ده. ماشي، الاول واحنا في السوق كده، انا بص دي الشنطه اللي انا بنزل بيها السوق. طبعا اول حاجه انا نسيت اقول لكم، اول حاجه هنبدا بيها ان هنطلع الصدقه عشان ربنا يعيننا ان احنا نعرف نحوش، ونطلع الصدقه بنيه البركه برضو عشان ربنا يرزقنا البركه ايه في الاموال بتاعتنا، ونقول الدعاء بتاعنا اللي هم رزقنا البركه في كل شيء رزقتنا به، ومع كل بركه بركتين، امين يا رب العالمين. بصوا انا قبل ما انزل لو معايا فكه بحط ايه هنا، بطلع الصدقه قبل ما انزل في برطمان الصدقات. طب انا دلوقتي معايا الفلوس وما كانش معايا فلوس احط الصدقه، هعمل ايه؟ بنزل السوق ومعايا الفلوس بتاعتي، وبروح عامله الجيب ده كده، ده بتاع الصدقات، ده بحط فيه اول ما اشتري اي حاجه وبتيجي افك الفلوس، باخد اي حاجه من يعني حسب نيتي بقى اللي هيطلع مني كده ربنا، باخده وبقى ايه وبحطه في الجيب ده كده. وده ايه ده بتاع الصدقات بتاعتي، الجيب بتاع الصدقات. وبدعي بقى اول ما اطلع كده، بدعي بقولها بنيه اي حاجه انا نفسي فيها باذن الله. تمام، نزلت بقى جبت انا بقى دلوقتي اللحمه. جبت مثلا جبت 110، جبت بيوم جبت 100 جنيه بس اللحمه بدل ال 110. بعمل ايه؟ الجيب اللي ورا ده بقى الجيب اللي ورا ده بروح عامله فيه ايه. انا دلوقتي نازله بالفلوس كلها، جبت اللحمه ب 110، بطلع ال 110 عادي، وبدي الراجل ال 100 بتوع اللحمه، وباخد ال 10 جنيه احطها في سوسته لوحدهم، السوسته اللي ورا دي مخليها للحاجات ايه اللي انا ايه وفرت فيها. بروح حاطهم في السوسته ايه اللي هي اللي ورا دي كده، بحط فيها ال 100 جنيه بتاعتي، ال 10 جنيه بتاعتي. طيب جبت مثلا جبت مثلا صدق برضو، بدل ما اجيب برضو بال 110 بجيب بال 100 جنيه وبحط ال 10 جنيه هنا. جبت سمك، بدل ما اروح اجيب سمك من الكبير قوي، بجيب اللي هو وسط شويه. ماشي، واخد الفرق بتاعه واحطه في الشنطه ايه، في الشنطه في السوسته اللي ورا دي. اي حاجه انا وفرتها احطها هنا. برضو ممكن توفري ايه، ممكن لو انت بتجيبي المسحوق مثلا، هتجيبي مسحوق برضو. الكلام بالنسبه للحم المفروم الصدوق هتعملي كده في الكبده. مثلا بدل ما تجيبي الكبده مثلا النص، هو الكبده مثلا ب 100 و 180، يعني النص ب 90، انا لا هقول له عايزه ب 80 جنيه كبده.
تمام. باخد ال 10 جنيه احطها، اجيب ب 70 جنيه واحنا عددنا مش كبير، هجيب ب 70 جنيه. لو انت بتجيبي ربع، الربع يبقى بكام؟ ب 45. قول له عايزه ب 40 جنيه كبده، حطي ال 5 جنيه. تمام. هتجيبي مثلا مسحوق، هتجيبي مثلا ازازه بريل، انت بتجيبي بريل مثلا ب 25 جنيه. تمام. هلا هاتي في بارخص شويه ب 15 وب 17، وخدي الفرق ده حطيه في ايه، في السوسته اللي ورا دي. هتاخدي بقى ايه، تعملي لك كده لو انت بقى نازله بحفاظه في ببوك باي حاجه، هتعملي لك سوسته كده او جيب بتحطي فيه الحاجات دي كلها. تمام. انا عن نفسي عامله الايه، الجيب اللي ورا ده كده من زمان. بنعمل ايه تاني؟ جبتي بقى ايه، مثلا جبتي، هتجيبي دوني بشركات، لا هاتي دوني سايب مثلا، حطي الفرق في هنا في السوسته اللي ورا. كل دي حاجات هتطلع منك، فهتعرفي تطلعي منها فلوس كتيره. قيسي بقى كده على كل حاجه بقى، في المنظفات، في الاكل، في الشرب كده. جبتي مثلا دلوقتي في الباميه الكبيره وباميه صغيره. الباميه مثلا الصغيره هتلاقيها ب 60، هتلاقي الوسط ب 50، الصغيره ب 40. لا يا ستي ماشي، هاتي الوسط. تمام. هاتي الباميه الوسط، وانت كنت نازله وناويه تجيبي الباميه الصغيره ام 60، لا هاتي بقى الوسط ام 50، وحطي ال 10 جنيه الفرق دي في الشنطه. تمام. هتجيبي بقى كل حاجه تقيسيها على الاساس ده. تمام. اي حاجه تعرفي توفري فيها وانت في السوق هتجيبيها تحطيها في السوسته دي. تروحي البيت بقى تاخدي فلوس كده. يعني مثلا احنا وفرنا مثلا ايه، انا وفرت مثلا 50 جنيه في السوق، في السوق. اول ما اروح الحوار 50 جنيه دي، ماشي. لو هي مجمده كده زي ما هي، هحطها فين؟ هحطها في البرطمان هنا. طب لو انا محوشاهم فكه فضه او خمسات او كده، هحط الخمسات من هنا. اول ما اروح الفضه او الخمسات اللي انا جمعتهم من السوق، جمعت بقى 20 30 40 50 100، انت وشطارتك بقى في الحته دي، بجد الحته دي انت وشطارتك فيها. تمام. وزي ما قلت لك قبل كده، لازم تحبي انك تحوشي عشان تعرفي تحوشي. الواحد لو ما بيحبش الحاجه اللي بيعملها، مش هيعملها ومش هيعملها بنفسه ومش هيكمل فيها. تمام. فلازم تحبي. هتحبي ازاي انك تحوشي؟ هتحبي انك تحوشي بانك يبقى ليكي هدف انك تحوشي. لازم يبقى ليكي مثلا حاجة نفسك تجيبيها. نفسك تجيبي مثلا ستارة، نفسك تجيبي سجادة، نفسك تجيبي حاجة في المطبخ، نفسك تجيبي حلة، نفسك تجيبي طاسة، نفسك تجيبي أي حاجة، فهتحوشي عشان تجيبيها. في ناس، وده مش الصح على فكره، ان انت تحبي ان انت يبقى نفسك في حاجه عشان تجيبيها، لا مش ده الصح. هو ده طبعا مش غلط، بس الصح او الاحسن ان انت تحبي انك تحوشي عشان يبقى معاكي فلوس، يبقى معاكي فلوس مركونه على جنب لاي حاجه ظرف حصل في البيت، يبقى انت معاكي فلوس بعيده عن فلوس جوزك. لازم يكون لك دخل او فلوس محوشه بعيده عن جوزك، ما تضمنيش الظروف ولا اللي جاي ايه. احتاجتي لجوزك، احتاجتي قصدي لفلوس، يبقى وجوزك مش موجود هيبقى معاكي فلوس. احتاجتي العلاج وجوزك معهوش فلوس، يبقى معاكي فلوس انت موجوده. في حاجه مش عارفه اقولها لما مش عارفه ينفع اقولها ولا ما اعرفش اقولها. مفيش حد، يعني مفيش يعني ما تامنيش لحد. جوزك كويس وربنا هيدولكوا كل حاجه، بس ما تعرفيش الزمن ده شايل لك ايه ومخبي لك ايه. لا قدر الله، قدر الله، لا قدر الله، ربنا مكتبها عليكم وعلى الاهدى في اي حد في امه محمد. افرضي حصل ظروف وزعلتي انت وجوزك وغضبتي، وهو مثلا من النوع اللي هو ما بتغضبي ما بيديكيش فلوس، يبقى انت معاكي فلوس تعرفي تصرفي منها. ممكن في ناس بتبقى ما بترضاش تغضب، او ما بتبقى خايفه وسابه جوزها مستعبدها. علشان ايه؟ علشان هي ما عندهاش حد تلجأ له. طبعا لنا ربنا طبعا احسن من الكل، بس مفيش بيت تروح تقعد فيه، مفيش مكان تقعد فيه. هتروح تقعد عند اختها او عند اي حد، ومش عايزه اختها او اخوها او حد يصرف عليها، يبقى انت معاكي فلوس تصرفي على نفسك. لا قدر الله، قدر الله، قدر حصل انفصال بينك وبين جوزك، وبيحصل كتير في بيوت كتيره في الزمن اللي احنا فيه ده، وكلها بتبقى معظمها دي بسبب الفلوس. يبقى انت معاكي قرش معتمد عليه شايلاه على جنب. تمام. بس يكون هو طبعا عاطيكي اللي هو ايه، ان انت يعني قايل لك انها مسامح في اي فلوس انت داخلالك، فعشان تتصرفي الفلوس دي براحتك، يعني يبقى هو مسامح في الفلوس اللي داخله دي عشان ما تبقاش حرام يعني. تمام. فانت برضو يبقى معاكي قرش انت معتمد عليه. فاحنا مش بنحوش بس عشان انا اجيب فستان نفسي فيه، او اجيب حله، او اجيب طاسه، لا احنا لازم نشيل فلوس للزمن. ومش لازم نحب ان احنا نحوش عشان حاجه نفسنا فيها، لا لازم نحب نحوش علشان يبقى معاكي قرش انت معتمد عليه لنفسك، لحياتك، لبيتك، لولادك. ما تضمنيش ظروف، لا قدر الله حد احتاج مثلا، لا قدر الله يبعد عنكم الشر يا رب، عمليه، احتاجتي دكتور، احتاجتوا علاج، اي حاجه، ما حدش ضامن الظروف، ما حدش ضامن الزمن، يبقى انت معاكي في قرش انت معتمد عليه. ده الاول حاجه في بند الادخار، انك تحوشي عشانها، مش عشان بس حل او حاجه من دي. وزي ما قلت لك، احنا هقول لك دلوقتي برضو استني. احنا دلوقتي اخدنا الفلوس اللي جايه من السوق كلها حطيناها هنا. تمام. كل فروقات السوق هنحطها في البرطمان ده. انا دلوقتي بتاع النور جه،
ودفعت النور مثلا، الاول احنا لازم نبدل في اي بند احنا بنوفر فيه، نحاول ان احنا نوفر فيه. عرفتي توفري بقى في بند الكهرباء، وفري على قد ما تقدري هيرجع لك. وفري في الميه على قد ما تقدري هيرجع لك. وفري في الغاز على قد ما تقدري، ما تشغليش الغاز. يعني مثلا هتعملي مكرونه بشاميل وجايبه بطاطا عشان تشويها، ما تعمليش البطاطا وتركنيها وبعد كده تخش تدخلي مكرونه بشاميل، لا. حاولي وانت مشغله الفرن تدخلي بقى كل حاجتها هتشغليها النهارده. استغلي الفرن، انت كده كده مشغله الفرن ومشغله الغاز. دخلي البطاطا، دخلي هتعملي سنيت كيكه، هتعملي مكرونه بشاميل، دخلي كله كده مره واحده، بحيث ان انت ايه ما تبقيش شغلتي الفرن غير مره واحده في اليوم. تمام. هيوفر عليكي وقت ليكي ومجهود، وهيوفر عليكي في الغاز بدل ما كل شويه تشغلي الفرن على حاجه. تمام. فانت حاولي توفري برضو على قد ما تقدري في النقطه دي. فانت اللي هتوفريه في البنود بتاعه الكهرباء والغاز والميه. انا عايزه اقول لك انت لو وفرتي في كل بند 10 15 جنيه هيبقى حلو جدا، يبقى انت كده بطله وبرافو عليكي وما شاء الله عليكي. لان انت مش هتقدري توفري في البنود ده، بنود الكهرباء كلها. مش هقول لك ان انت هتوفري 500 جنيه في الشهر من بنود الكهرباء، استحاله. استحاله استحاله انك توفري في بنود الكهرباء كلها 500 جنيه. يبقى انت مسرفه جدا بقى، وسايبه الغاز شغال وسايبه النور شغال وسايبه المروحه شغاله. واحنا يعني احنا ستات، العربيه، مش هقول لك المصريه بس، الست العربيه من الستات الشاطره جدا اللي بتعرف توفر في كل حاجه. بتبقى مسرفه، ممكن تبقى مسرفه في مصروف البيت، تجيب شيبسي تجيب ايس كريم، تصرف في الاكل وفي الشرب. لكن استحاله انها تبقى سايبه النور شغال على طول كده او الميه، او تصرف في الحاجات دي. استحاله انك تقدري توفري كده، انك تعملي كده. ولو انت فعلا مسرفه مش هتوفري اكتر من 200 300 جنيه بالكتير في الشهر من الكهرباء والغاز والماء كله. ده بالكتير قوي، ده ما بتحصلش، دي ما بتحصلش. يعني انت لو وفرتي في البنود كلها 50 جنيه في الشهر، 100 جنيه في الشهر، يبقى انت كده برافو عليكي وبطله وعرفتي توفري. تمام. اللي هتوفري بقى وفرتي 100، وفرتي 50، وفرتي اي حاجه في الفلوس بتاعه اللي هي الكهرباء، هتحطيهم برضو ايه في البرطمان بقى. ده احنا عاملينه ده للفضه والحاجات الصغيره، خمسات عشرات كده عشرينات. وبعد كده هناخدهم نجمعهم ونحطهم في البرطمان ده، علشان خاطر انت لو برطماننا اتملى ما تكسليش ان انت تحطي تقولي البرطمان اتملى تقعدي تسويهم، لا. احنا برطمان هيتملى هناخده هنجمده. اتملى مثلا، جمعت 50، جمعت 100، جمعت 200، هاخدهم اجمعهم. اللي هجمعه هاخده اجمعه واحطه في البرطمان ده. تمام. كل اللي هجمعه احطه هنا. جمعت فلوس الكهرباء او الغاز. انا كل ما هيجي لي مثلا، انا دلوقتي انا بدفع مثلا 120 جنيه في الكهرباء مثلا. ده مثال يعني. هاخد اجالي مثلا بقى، انا وفرت بقى خلاص كده ومسكت نفسي في الكهرباء ووفرت فيها. هروح واخده فاض معايا جالي الفاتوره يعني، وموفره فيها 5 جنيه 10 جنيه، بدل ما ادفع 110 لقيت نفسي 120، لقيت نفسي دافعه 110، دافعه 115، دافعه 100. 100 بس. هروح واخده الفلوس بقى ايه اللي انا وفرتها دي، احطها ايه لو هم فكه، هحطهم هنا. لو هم مجمد احطهم في برطمان المجمد على طول. لغايه 50، اقل من 50 جنيه هنحطهم في البرطمان ده. 10 20 30 40 هنحطهم هنا. 50 بقى فيما فوق هنحطهم في برطمان المجمد، عشان خاطر ده لما اول ما يتملى انت تجمعيهم وتحطيهم بقى هنا، عشان ده يفضى بقى، فتبقى عندك تتشجعي وتبدا تقولي لا انا البرطمان بتاعي فاضل، لا انا لازم املاه، فانا حاملاه تاني، فهتشجعك ان انت تمليه تاني. تمام. ده كده ايه بالنسبه للبند ده. لو لسه بقى مشتركتوش في القناه، تشرفوني بالاشتراك في القناه وضغطوا على زر الجرس على كل عشان يوصلكوا كل حاجه جديده بنزلها. ما تنسوش بقى ايه تعليق حلو منكم كده، والتعليق بذكر الله، واللايك عشان يرفع الفيديو. فانت تقدري توفري من لا شيء على فكره، من اي حاجه عندك في البيت. عندك حاجات قديمه انت مش محتاجاها في البيت، خلاص يعني انت حاجه بقى لها سنه مركونه عندك، خلاص انت مش محتاجاها، طلعيها بقى بيعها للروبابيكي او اي حاجه. وخدي فلوسها حطيها في البرطمان بتاع الصدق بتاع اللي هو ايه البرطمان بتاعك اللي انت محوشه فيه. زي ما قلت لكم هنا هنخليها الفضه الفلوس الصغيره، وهنا نخليها الفلوس الكبيره. كل ما تملي البرطمان ده جمدي وحطي هنا، واملي ده تاني وجمدي وحطي هنا. الادخار مش لازم الادخار يبقى على المدى القريب، لا، الادخار ممكن يكون على المدى البعيد، وده الاحسن. يعني احنا مثلا هنعمل برطمان للحاجه. يعني انت دلوقتي مليتي البرطمان ده واتملى خلاص، ما شاء الله لا قوه الا بالله، وجمعتي مثلا مبلغ كويس، جمعتي 500، جمعتي 1000، جمعتي 2000. ما اخدش بقى ال 2000 كلهم وانزل للحاجه اللي انا عايزه اجيبها اللي نفسي فيها، لا. زي ما قلت لك انت لازم تعملي للمدى القريب وللمدى البعيد. انا مثلا جمعت مثلا هنقول مثلا جمعت 3000 جنيه. ال 3000 جنيه اخدهم كلهم انزل اجيب بيهم حاجه اللي انا عايزاها، لا. هناخد ايه؟ هناخد مثلا منهم ال 3000. انا عن نفسي اخد مثلا 1000 جنيه
ال1000 جنيه دي اللي انا هجيب الحاجه اللي انا نفسي فيها اللي انا عايزه اجيبها، وال2000 دول هشيلهم للمدى البعيد كانهم ما جوش، اعمل لهم برطمان لوحده او شنطه او اي حاجه لوحدهم، ودول هسيبهم اكتب عليه برطمان المدى البعيد. ده هشيلهم لايه بقى؟ زي ما قلت لك، احتاجتي فلوس لا قدر الله غضبتي يبقى معاكي فلوس تصرفي منها. للمدى البعيد عايزه تعملي نفسك مشروع، عايزه تعملي نفسك مستقبل، تعملي نفسك حاجه. تمام. في ناس حياتها يعني بتنتهي بمجرد ان هي اللهم احفظنا يا رب الطلاق، او الطلاق يعني. حياتها بتنتهي خلاص، بقى ما بتعرفش تصرف ولا بتعمل. لا، انت يبقى معاكي في قرش، اعملي لنفسك مشروع من دلوقتي، مش لازم تستني ما يحصل حاجه وحشه. انا اسفه انا بتكلم في الموضوع ده، بس انا في ناس كتيره يعني، انا يعني شفت واحده قدامي ان هي انفصلت مع جوزها وبنت صغيره خالص، يعني شابه يعني بتاعت مثلا 26 27 سنه، صغيره خالص، وراحه بتدور ماشيه بتعيط والناس بتسالها مالك، تقول لهم رحت اعمل كارد ولا ما عرفتش اعمل كارد، قالوا لي انت معكيش حاجه عشان تعملي بيها كارد. فاحنا ليه نستنى نحط في موقف زي ده؟ اعملي لنفسك من دلوقتي مشروع ليك خاص بيكي، ليكي انت لوحدك، وخلي يبقى معاكي قرش في ايدك للزمن، يبقى معاكي قرش للزمن بجد والله، ما حدش بينفع حد. يعني طبعا في ازواج يعني طبعا طيبين وكويسين وحنينين وربنا يديمهم نعمه في حياه مراتاتهم يعني، بس في ازواج برضو مش كل الناس بقى زي بعضها. تمام. فانت لازم تعملي نفسك مشروع من دلوقتي. ظروفك الوحشه مثلا، انت جوزك كويس وكويس وربنا يبارك لك فيه، بس ظروفه على قده، ما بقاش مصروف البيت دلوقتي بيكفي، او ان هو دخل واحد يكفي البيت في الزمن اللي احنا فيه. اعملي مشروع ساعدي جوزك، مش لازم تعملي مشروع لنفسك بس، لا برضو ساعدي جوزك. لو انت جوزك بيشتغل شغلانه واحده او شغلانتين ومش مكفي في الزمن اللي احنا فيه ده، اعملي مشروع وساعدي نفسك وساعدي جوزك. اشتغلي، الشغل هو الحل، الانتاج هو الحل في الزمن دوت. لازم تشتغلي، لازم تعملي نفسك اي فكره من البيت ان انت تعرفي تشغليها. تمام. فانت حاولي تساعدي نفسك باي فكره من الافكار دي، حوشي واعملي لنفسك مشروع صغير. اعملي مشروع ليكي، او المشروع ليكي ولجوزك، مشروع ليكي ولولادك لاولادك الكبار. اعملي اي حاجه بحيث ان انت لازم تحوشي، ما تسيبيش ابدا بيتك فاضي ما فيهوش فلوس زياده. وزي ما قلت لك، الفلوس اللي تحوشيها جزء هنجيبه، لو تقدري تاخدي الربع بس او اقل من ربع تجيبي الحاجه اللي نفسك فيها، والباقي حوشيه وشيليه واعملي لنفسك قرش، يبقى موجود معاكي قرش في البيت. ما تضمنيش الزمن، لازم يكون معاكي قرش في البيت. يا رب كده تكونوا استفدتوا بالفيديو النهارده، والفيديو عجبكم. واكتبوا لي في الكومنت عايزين نتكلم عن ايه في الفتره اللي جايه، فيديوهات عن ايه، افكار اقتصاديه ولا يعني نقول ازاي افكار ازاي تحوشي فلوس، ولا افكار مشاريع، ولا نعمل ايه بالظبط. فاكتبوا لي في الكومنتات انتوا محتاجين افكار ايه للفيديوهات الفتره اللي جايه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.